السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم. مرحبا بكم في قناه هواة مع جيهان. وصفتنا اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم مخمرات بطريقه رائعه، طريقه اللي هي مبتكره وسهله وتوفر عليكم الوقت كتير، ودغيا توجدوهم يعني بسرعه البرق. توجدوا هاد المسمنات الصراحه ما كيحتاجوش الوقت اللي هو كتير وكيجيو رائعين بزاف. غادي نشارك معكم مجموعه من الاسرار باش ينجح معكم هاد المخمرات هادو، والصراحه كيجيو مورقين هشاش خفاف لذاذين بزاف، ما تشبعوش منهم. ولا كانت هذه اول مره كتشوفوا القناه فمرحبا بكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه، كذلك تفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا بجديد الفيديوهات ان شاء الله. وكذلك غادي نخلي لكم يعني في اول تعليق رابط ديال الانستغرام ديالي الا بغيتوا تواصلوا معايا عبر الخاص. فمرحبا بكم. بلا ما نطول عليكم ندوزو مباشره نشوفوا المقادير في طريقه التحضير وفرجه ممتعه. نبداو على بركه الله. فغادي نحتاجو 5 الكيسان ديال الدقيق الابيض او لا الفارينه، عندي هنا نص كيلو. وعندي بالنسبه للفينو عندي 2 ديال الكيسان. كاين اللي كيقولها الفينو او لا دقيق القمح الصلب او لا على ما اعتقد بالنسبه للجزائر كيقولوا لها السميده الرقيقه. هنا ضفت معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره من بيكين باودر او خميره الحلويات، وراس معلقه صغيره من الخميره الفوريه كتكون خاصه بالعجينه، ومعلقه معلقه كبيره ديال العسل. ممكن انكم تعوضوها بالسكر، سكر سنيده. فكنجمعوا بالماء عادي، الماء ديال الروبيني، يعني من الافضل يكون الماء ديال الروبيني ما يكونش ديال البنات ما تدفيوش، حيت دابا اصلا الحال سخون. وهنا بالنسبه للمسمنات ديالنا درنا فيهم الخميره، ما نبغيوش نهائيا ان العجينه تخمر لينا، فكنحاولوا اننا ندلكوها مزيان بهذا الشكل هذا. خدموها، عطيوها الدليك، دلكوها مزيان وندهنوها بشويه ديال الزيت ونغطيوها بكيس بلاستيكي غير لما ترتاح، ما تخمرش، غير ترتاح واحد المده ما بين 2 حتى 4 ديال الدقائق بحال هكاك. فمباشره كنبداو نخرجوا منهم كويرات بهذا الشكل. حاولوا انكم تجيبوهم هكا مقادين. فانا هنايا كويرات اللي هما صغار، غير الكاميرا كتبين الحجم ديالهم هكا شويه كبير. وكناخذ لاطاكا اللي كندهنها هكا بشويه ديال الزيت صافي، وكنبدا نستف بهذا الشكل هذا. فانا خرجت ليا لما كان 13 القطعه، فكناخذها يعني وكندهن داك الزيت في سطح العمل، وكنبدا نطلق المسمنات ديالي بكل سهوله، يعني ما كتوقع لها حتى شي حاجه. يعني اللي اساسيه البنات باش تنجح معكم هي في الاول يعني دلكوها وخدموها مزيان، وما تخليوش العجينه تجي قاصحه، تكون شويه هكا مرخوفه باش ما كنخليوهاش ترتاح من بعد بزاف، حيت كيف ما قلت لكم راه فيها الخميره. فكندهن واحد الدهنه خفيفه بالزبده كيف ما شفتوا. وهنا بالنسبه للخلطه السحريه فعندي هنايا الفينو، وعندي واحد المعلقه صغيره من خميره الحلويات. درنا في العجينه خميره الحلويات، راه كتخلي بنات المسمنات ديالكم كيجيو مورقين معتبرين. وبالنسبه للتورق عاوتاني ضفت واحد المعلقه صغيره ديال خميره الحلويات. فكروا ليها بهذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. فانا غادي نعاود معكم وحده اخرى، يعني كنطلقوها غير بالزيت، ما نطلقوهاش نهائيا بالزبده، غير بالزيت البنات كيف ما كتشوفوا كيف ما هو موضح لكم في الفيديو. فكندير غير واحد الرشيشه خفيفه من الزبده اللي كتكون بطبيعه الحال مذوبه، كنرشها بشويه ديال الفينو وداك خميره الحلويات. يعني كيف ما كتلاحظوا يعني كنطويها بطريقه عاديه بحال اللي غادي ندير المسمن، عاود نجي ندهنها هكا ونرش عليها بشويه ديال داك الخليط ونبدا الرولي. ملي كتبداو البنات كتلفوا نتوما مرخفين يديكم، ما تزيروش العجينه، ما تزيروش العجينه نهائيا، لان غير مسرعه لكم الفيديو باش ما يجيكمش فيديو طويل. خفوا يديكم وانتوما كتروليو. هنا البنات ملي كنسالي الكميه اللي عندي، ها الطريقه اللي كندير انا الصراحه سهله بزاف. كنحاول انني نجمعها بهذه الطريقه كيف ما هو موضح لكم تماما في الفيديو، ما كاين ما سهل منها. هنا البنات راكم ملي كتساليو الكميه كامله كتبقاو كتروليو، فكتبداو بداك الاولى كتلقاوها تلقات راسها وكتعطيكم الطوع. فملي كنديروا هذه الطريقه هذه كنسخنوا المقيله ديالنا
وكنبداو عاوتاني نبداو بداك الاولى. فانا هنايا الكميه هذه غطيتها بكيس بلاستيكي باش ما ديريش داك القشره وصافي. والمقله ديالنا فانا غادي ندير المقله الثقيله اولا ديال الوجده. مسمنات ديالي كنستفهم بطبيعه الحال، كنرش واحد شويه ديال الزيت في المقله على نار اللي هي ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش ضعيفه، ما بين وبين. وصافي البنات، وكنبداو نحطو في المسمنات ديالنا. صراحه كيجيو معتبرين بزاف ولذاذين، من اسهل ما يكون. ودائما حاولوا انكم من تبقاو يعني تكرسوا العجينه او عفوا تكرسوا المسمنات ديالكم يعني من الوسط، ما تخليوهاش ديال البنات بحال اللي فيها اللبابه بزاف في الوسط. جيبوها رقيقه وحتى من يعني في الوسط ومن الجوانب، باش هكا يعني ملي كتحطوها في المقله ديالكم كتبدا كتنفخ وكتجي شهوه منها يا البنات. صدقوني كتجي معتبره بزاف بزاف، والصراحه خاصكم تجربوها وتوجدوها للكوتي ما تشبعوش منها. غير اللي مهم واساسي في هاد المخمرات ما تخليوهمش نهائيا تطلع فيهم الخميره، ما يخمروش ليكم في يديكم. يعني لا خمروا غادي يوليكم بحال البطبوط. يعني المهم هاد الطريقه هذه احسن، يعني تكون يديكم خفيفه شويه ودغيا يعني من تدقوا عليها مباشره للمقله. شوفوا البنات التوراق اللي فيها عجيب معنى الكلمه. كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا الخبر في التعاليق، اولا غادي نخلي لكم كذلك الرابط ديال الانستغرام ديالي في اول تعليق. دخلوا ولك اي الا كان شي سؤال فمرحبا على الراس والعين نجاوب خواتاتي. فانا غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي، وداك الساعه البنات نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. وكان هذا هو الشكل النهائي للمسمنات ديالنا اولا المخمرات اللي الصراحه كيجيو معتبرين بزاف ولذاذين. اش غادي نقول لكم الصراحه كيشهيو، خصو غير شي بريرات ديال اتاي ويكون مشحر يا سلام مع هاد المخمرات، واو كيجيو روعه. فهنايا كان جاني شويه سخون وصراحه تعذبت. فانا شوفوا البنات على التوراق اللي فيه، توراق خطير بمعنى الكلمه، كيجي خفيف هشيش من اجمل ما يكون. غير زعموا وديروه على حسابي وردوا عليا ان شاء الله في التعاليق. وبطبيعه الحال الا عجبتكم هاد الوصفه هذه ما تبخلوش عليا باللايكات وتبارطاجيو لا فيديو باش هكا يعني تعم الفائده وكل شيء يستافد. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. خليتكم على خير، السلام عليكم.